السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومشاهدينا القناة من جديد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتردد جديد من قناة ايجي ويب. علشان تستفاد معانا في الفيديو لازم تتابع الفيديو للنهاية. لو لسه جديد معانا متنساش تنزل تحت الفيديو وتضغط على كلمة اشتراك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد القناة. أما لو من مشتركينا ما تبخلش علينا بلايك. التردد اللي معانا في الفيديو تردد قناة المغربية الرياضية. هنعرف التردد الجديد للقناة، وكمان زي ما مشاهدينا متعودين مننا اننا بنعرف ازاي نضيف التردد للقناة الجديد وننزل القناة الجديدة مع بعض. بس ما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط على اعجاب للفيديو، ولو جديد معانا اشترك معانا في القناة، وكمان فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد القناة. يلا بينا بالخطوات، هنعرف ازاي نضيف تردد القناة الجديد بكل سهولة، وكمان هننزل ونشغل القنوات مع بعض. زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو، التردد اللي معانا النهاردة تردد قناة المغربية الرياضية الجديد على قمر نايل سات، وكمان عرب سات، وكمان هوت بيرد. هنعرف 3 ترددات واحنا بنضيف تردد القناة على النايل سات. يلا بينا نعرف ازاي نضيف تردد القناة. في البداية هنضغط على كلمة منيو في الريموت. بعد ما ضغطنا على كلمة منيو فتحت قائمة الجهاز، هنختار كلمة تركيب، هنضيف الرقم السري 4 أصفار. هنختار الاختيار الثالث اللي هو مقرر الخوائي ده، هنختاره. فتحت لنا جميع قوائم الترددات اللي على الليسيفر. هنختار كلمة زيادة علشان نزود التردد الجديد اللي معانا. أول خانة هنكتب فيها التردد، تاني خانة تردد الرمز، تالت خانة الاستقطاب. الأول هنعرف تردد القناة على عرب سات. التردد الجديد على عرب سات 12383 12383. أما معدل الترميز فهو 27500 27500 معدل الترميز. أما وجه الاستقطاب فهو عمودي في. كده احنا عرفنا التردد على قمر عرب سات. أما التردد على هوت بيرد فهو 10834 10834 معدل ترميز 27500. أما وجه الاستقطاب فهو عمودي في أو رأسي. التردد الثالث اللي معانا تردد القناة على النايل سات، ده هنضيفه مع بعض. هنكتب في أول خانة هنا التردد بتاع القناة. التردد هو 12527 12527 كده ادي التردد في اول خانة مكتوب. هننزل بعد كده على الخانة التانية اللي بعدها اللي هي دي تردد الرمز، هنكتب فيه 27500. احنا ماشيين بالخطوات مع بعض واحدة واحدة عشان محدش يتوه مننا. خطوات سهلة وتنفع لأي ريسيفر مهما كان هو نوعه. كتبنا تردد الرمز، ننزل على الخانة التالتة، هنعملها في أو رأسي أو عمودي، أي اختيار من التلاتة هينفع. بقينا التلات خطوات قدام مشاهدينا أهو. نضغط بقى على كلمة أوكي. بعد ما ضغطنا على كلمة أوكي، التردد ده احنا ضفناه قدامنا، والإشارة هنا موجودة. الإشارة هي موجودة، نتأكد إن الإشارة موجودة. لو الإشارة مش موجودة القناة مش هتنزل معاك. علشان نبحث بقى على القناة هنختار كلمة مكانة اللي في آخر الشاشة دي، كلمة مكانة أو بحث أو إيجاد، وممكن يكون كمان عندك مسح، أي اختيار منهم هينفع. بعد ما اخترنا كلمة مكانة هننزل بس على نوع البرنامج، هنعمله قناة مجانية. بعد كده نضغط اوكي. جميع قنوات التردد هتنزل معانا هنا. تمام. تردد نزل قناتين، ده اللي موجود بس قدامنا، غير كده هتلاقيه منزل قنوات موجودة على الريسيفر. حفظ نتيجة البحث هنضغط نعم. بعد كده وهنطلع هنلاقي القناة موجودة معانا، ما فيهاش اي مشكلة، المغربية الرياضية. شرفت مشاهدتكم معانا في الفيديو، واتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.